السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله يا رب يلقاكم الفيديو هذا بخير وعلى خير. اليوم حبيت نعطيكم طريقة الكبدة المشرملة، طريقة سهلة وسريعة وفيديو خفيف حيكون ان شاء الله حيعجبكم. طبعا هنا حنحتاجوا الكبدة والقلب والكلاوي، يكونوا مغسولين كويس ومصفيين. من بعد حنقطعهم قطع مربعات زي ما انتم تشوفوا. طبعا لو تحبوا اكبر يعني قطع كبيرة تقطعي او تقصي قطع اكبر براحتك كيف ما انتي تحبي. طبعا هنايا في اللحظة هذه حنوريكم المكونات اللي هي ضروري ان احنا باش نسمو الكبدة. قطع من الشحم او الدهن، وحنضيفوا بصلة صغيرة ورشة من المعدنوس. والمكونات حتكون ملعقة صغيرة من الكمون الحود، ملعقة صغيرة من الكزبر المطحون، وملعقة من البابريكا أو الفلفل الأحمر، والملح طبعا. وحنضيف قليل من الزيت، وهيك حنكونوا كملنا المكونات اللي هي تتبيلة. حنخلطوا المواد مع بعضها. طبعا انا هنا مازال ما ضفتش الزيت، قاعدة نخلط. حنضيفوا شوية من الزيت مش هلبة. حنخلطها كويس. لو انت مش مستعجلة عليها وتبي تبها تتشرب الشرمولة حتخليها من ساعة لساعتين. لو مستعجلة ديري زي ما درت ان انا تبلتها في نفس الوقت وكملت باقي الخطوات يعني. طبعا حناخدوا اسياخ اللحم اللي هو الاسياخ اللوح او الاسياخ الشواء العادي كيف ما انتي تحبي. طبعا طريقة انا درت من غير ما ندير خضار مع الشواء، درت الكبدة زي ما شفتوا القلب والكلاوي. لو انتم حابين تضيفوا خضار يعني بين اللحمة واللحمة بصلة فلفلة حلوة عادي تقدري تضيفي. طبعا هنا وصلنا لختام الفيديو، وان شاء الله يا رب يكون خفيف ظريف عليكم وينال اعجابكم. وجربوها باذن الله حتعجبكم، حتكون هشة وما تستحقش ان انتم تديروا اي اضافات تانية. الى اللقاء.